السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هو بداية سلسلة من الفيديوهات اللي من خلالها عايزين نوصل لأجمل تيشيرت كورة في الدوريات الثلاثة الكبرى بداية من موسم 99-2000 لحد النهاردة. في البداية محتاجين نرسي شوية قواعد تنظم عملية الاختيار. أولا، الفوز والخسارة قائمين على تفضيلاتي الشخصية، وممكن تفتح الكومنتات وتلعب معايا ماتش بماتش وتقولي تفضيلك الشخصي. ثانيا، هنلعب دوري بدوري، يعني مثلا هنبدأ بالدوري الأسباني وبعدين الإنجليزي وبعدين الإيطالي. ثالثا، كل دوري مقسم ل20 فريق، يعني 20 تيشيرت هوم و20 أواي. التيشيرتات الهوم هتكون في ناحية والأواي في ناحية تانية، وهنصفي بينهم من خلال قرعة أنا عملتها عشوائيا لحد ما نوصل لأفضل تيشيرت هوم في مواجهة أفضل تيشيرت أواي، والكسبان منهم هيمثل الدوري بتاعه ضد باقي الدوريات علشان نوصل لأفضل تيشيرت كورة الموسم 99-2000. ونفس الخطوات هتتم في كل المواسم لحد ما نوصل للموسم الحالي 2025-2026. لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ بلا ليجا اللي كانت مكونة من 20 فريق بمجموعة 40 تيشيرت. في البداية مضطرين نبدأ بالتيشيرتات الأواي، ومضطرين برضو نبدأ بدور تمهيدي لأنهم 20 فريق وإحنا محتاجين يوصلوا ل 16. أول مباراة هتبقى ديبورتيفو ألافيز هيواجه ديبورتيفو لاكورونيا، وهيفوز ألافيز بالتيشيرت البرتقاني مع لمسة زرقاء على الياقة والأكمام. بعد كده نومانسيا هيواجه إشبيليا. برغم إعجابي بيئة قميص نومانسيا والتصميم بشكل عام، لكن شركة أمبرو أبدعت في تصميم إشبيليا باللون الأحمر المعتاد، لكن الشريط الأسود على الأكمام المطبوع عليه شعار سيفيا مع وجود شعار أمبرو المميز كباترن على القميص نفسه مخلي شكله مميز جدا، وبالتالي إشبيليا هو المنتصر. الماتش الجاي بين فالنسيا وإسبانيول. الباترن اللي على أجناب القميص بوظ خالص القميص اللي كان ممكن يكون أفضل، بس بصراحة ما كانش فيه أي فرصة قدامه في مواجهة البرتقالي الشهير بتاع فالنسيا. قميص كلاسيكي أكيد طريقه مفتوح للدور الجاي. المواجهة الجاية بين بلد الوليد وراسنج. قميص بلد الوليد يبدو رائع باللون البنفسجي والأسود، لكن فيه عيب وهو راعي القميص اللي بوظ جمال القميص. بالنسبة لقميص راسنج فهو يبدو مختلف بلون أسود وأخضر مخطط بالعرض ولوجو الفريق في المنتصف، وده شيء أنا شخصيا بفضله. علشان كده راسنج هيعدي للدور القادم. كده خلصنا الدور التمهيدي ودخلنا على دور ال16. أول ماتش في دور ال16 هيكون بين ريال سوسيداد وبرشلونة. برغم من جمال تصميم ريال سوسيداد والياقة اللي في منتهى الجمال، ولكن الراعي واخد كتير من جمال التصميم. في المقابل برشلونة بلون رمادي فاتح ولوجو في نص التيشيرت بدون وجود راعي، مع وجود ألوان من الأحمر والأزرق الأساسي بلمسة نقلت التيشيرت لمستوى تاني من الجمال بصراحة. بالتالي برشلونة ينتقل للدور القادم. الماتش الجاي بين ديبورتيفو ألافيس ومالاجا. في الحقيقة تيشيرت مالاجا ده أسوأ ما شافت عيني، بالتالي ألافيز هيتأهل من غير حتى تفكير. ريال مايوركا هيواجه ريال مدريد. جمال قميص ريال مدريد مخليني مش شايف أصلا قميص مايوركا، فريال مدريد يتأهل بسهولة. الماتش الجاي شرس بين إشبيليا وفالنسيا. أحب أحيي شركة أمبرو على تصميمها لقميص إشبيليا، لكن قميص فالنسيا منافسته صعبة. المواجهة اللي عليها الدور هي رايو فايكانو ضد راسنج. رايو عنده راعي شكله مش حلو ومش متماشي مع اللون وتصميم القميص. راسنج هو الكسبان. أتلتيكو مدريد هيواجه أتلتيك بلباو. بلباو عنده تصميم في عصرنا الحالي قد يكون جذاب، لكن بالنسبة للجنان اللي كانت عليه التصاميم زمان يبدو شكل القميص ممل شوية، عكس قميص أتلتيكو مدريد اللي تصميمه مليان تفاصيل زي الخطوط اللي من اللون الأساسي بتاع الفريق الأحمر والأبيض، وكمان الباترن اللي على القميص حلو. الياقة والأكمام كمان شكلها حلو، وبالتالي أتلتيكو هو الكسبان. ساراقستا هيواجه ريال أوفيدو. قميص ساراقستا بيفكرني بقميص واتفورد، بس الحقيقة ما عنديش عليه أي كومنت سهل. قميص أوفيدو برضو شكله شيك وأقدر أشوف نفسي لابسه على جينز ونازل بيه خروجة مع أصحابي، فهفوز أوفيدو. سيلتا فيجو وريال بيتيس هيواجهوا بعض. الفريقين قمصانهم مملة بعض الشيء، لكن ميكس الأبيض والأخضر مميز ومش موجود منه كتير على عكس الأزرق الداكن والأحمر، بالتالي بيتيس يفوز. الدور ربع النهائي هيبدأ بمواجهة برشلونة وألافيز. أنا شايف إن برشلونة تصميمه أفضل، بالتالي يعدي لنص النهائي من غير كلام كتير. المباراة الجاية قد تكون الأصعب في الليجا كلها. ريال مدريد يواجه فالنسيا. فالنسيا عنده قميص كلاسيكي جذاب جدا، ودايما اللون البرتقالي مرتبط في مخي بفالنسيا، لكن الأسود مع الذهبي على الياقة وخطوط أديداس على الأكمام وفي القميص من تحت ده شيء أسطوري، بالتالي ريال مدريد يتأهل بس بصعوبة. الماتش الثالث في ربع النهائي بين ريسنج كلوب وأتلتيكو مدريد. مواجهة متقاربة جدا بين القميصين، لكن بصعوبة جدا هختار قميص أتلتيكو مدريد لأن تفاصيله أحلى بالنسبة لي. آخر ماتش في ربع النهائي هيكون بين ريال بيتيس وريال أوفيدو. قميص بيتيس ممل جدا زي ما قلت في الدور اللي فبالنسبة لي هختار أوفيدو. نص النهائي هيبدأ بكلاسيكو ناري. برشلونة عمل كامبين كويسة جدا لحد نص النهائي، لكن أمام الأسود والذهبي من ريال مدريد أظن إن الفرصة صعبة، فريال مدريد يكسب الكلاسيكو ويوصل للنهائي. أوفيدو ضد أتلتيكو مدريد. قميص أتلتيكو أظن مش صعب عليه يتخطى قميص أوفيدو للنهائي. النهائي أصفر عن ديربي. ريال مدريد يواجه أتلتيكو مدريد. حب والتقدير لقميص أتلتيكو مدريد وتفاصيله، لكن ريال مدريد بكل تأكيد يتفوق علشان يبقى أحسن تيشيرت أواي في الدوري الأسباني موسم 99-2000 في انتظار الفائز من القمصان الهو.
دلوقتي هننتقل للجنب التاني من التصفيات اللي فيه القمصان الهوم، وزي الاواي بالظبط هم 20 قميص، فمحتاجين نعمل جولة تمهيدية عشان نوصل ل 16 فريق. في البداية ريال بيتيس هيلاعب ريال سوسيداد، مواجهة متقاربة جدا خصوصا ان الفريقين تصميماتهم متقاربة في الشكل، رغم ان قميص بيتيس اكمامه عليها باترن لشركة كابل اللي انا شخصيا بحبها جدا، لكن ريال سوسيداد تصميمه بالنسبة لي مميز اكتر واكتر جاذبية. المباراة التانية بين ديبورتيفو الافيز ورايو فايكانو. رايو فايكانو قميصه دايما مختلف وجذاب، وفي حالتنا دي مش مختلفة كتير، فعلا التصميم حلو، لكن زي القميص الاواي راعي القميص مبوظ الشكل تماما، على عكس الافيز اللي دايما تصميمهم مش بيعجبني، لكن القميص في السنة اللي بنتكلم عنها جذاب جدا. القميص مقسوم جزئين فقط مش خطوط كتيرة، والاكمام برضو الوانها معكوسة، زائد الراعي شكله مش سيء ومش مبوظ شكل القميص، بالتالي الافيز هيتأهل. ريال مايوركا هيواجه ريال مدريد، زي ما هو واضح قدامكم قميص مايوركا ممل جدا ومفيش فيه اي حاجة مميزة مقارنة بالسنة اللي كان فيها، بالعكس تماما ريال مدريد عنده تصميم كلاسيكي رائع من اديداس، مفيش تفاصيل كتير، لكن الابيض الساطع مع الكحلي الرائع في الياقة مع لمسة من الذهب شيء لا يقاوم بصراحة، بالاضافة للراعي اللي واخد من نفس لون الياقة فمش واخد من جمال التصميم زي معظم قمصان باقي الاندية، بالتالي ريال مدريد لدور ال 16. اخر مباراة في الدور التمهيدي بين اشبيليا ونومانسيا. الفريقين مشتركين ان الاقمصة الهوم والاوي عندهم نفس التصميم، وده شيء مش بفضله لانه في رايي فيه كسل والا في الابداع، ولكن عامة تصميم اشبيليا جميل وعجبني، رغم ان تصميم نومانسيا كويس برضه، لكن اشبيليا يتأهل. دور ال 16 بدايته بين ريال سوسيداد وسيلتا فيجو. ريال سوسيداد رغم فوزه بالجولة اللي فاتت، لكن في نظري هيكون صعب يعدي قدام تصميم من اللون السماوي والكحلي على الاكمام، تصميم بسيط لقميص سيلتا لكن جماله في بساطته. سيلتا فيجو يعدي، رغم اعتراضي على الكسل وانه القميص الهوم والاوي يكونوا نفس التصميم، لكن ما اقدرش انكر ان فالنسيا عندهم قميص غايه في الروعه بالابيض مع برتقاني واسود على الياقه والاكمام، بسيط لكن جذاب. اتلتيكو مدريد عندهم تصميم حلو برضه بخطوط طوليه احمر وابيض معتاده، لكن عندي احساس ان الخطوط اعرض من اللازم شويه، مخليه اللون الاحمر الفاقع طاغي على الابيض بنسبه كبيره، ففي رايي فالنسيا ايه. في ديربي كاتالونيا برشلونه يواجه اسبانيول، واظن من الواضح اننا مش محتاجين نشرح اصلا ليه تصميم برشلونه افضل ويستحق المباراه الجايه بين اتلتيك بلباو ضد ريسنج. رغم اني دايما معجب بقمصان بلباو وثقافه النادي عامه، لكن فاجئني ان التصميم ممل ومعتاد جدا، مش مجنون زي معظم قمصان الفتره اللي بنتكلم عنها. حتى لو كان الهدف من التصميم هو البساطه فهو حتى محققش ده، لان القميص مخطط بالطول احمر فابيض بخطوط كتيره، هو ابعد ما يكون عن البساطه. بالحديث عن البساطه، الريسنج فاجئني بتصميم بسيط ابيض ساطع فيه خطين رفيعين جدا باللون الاخضر وياقه بيضه فيها اسود واخضر، ولوجو الفريق في المنتصف بسيط لكن جميل. ريسنج يتأهل. المباراة الجاية من ديبورتيفو لاكورونيا ضد بلد الوليد. التصميمين تقريبا هما نفس الشيء، لكن في رأيي يتأهل بلد الوليد لأن اللون البنفسجي المميز بتاعهم مش منتشر في الكرة عامة، عكس ديبورتيفو اللي ألوانهم منتشرة وتصميمهم مش حلو. ألافيز يواجه ريال مدريد. قبل إقصاء ألافيز عايز أبدي إعجابي بتصميماتهم الهوم والأواي، لكن ضد الإليجنس المقدم من شركة أديداس لريال مدريد، ريال مدريد يتأهل بسهولة لربع. ملجا هيقابل إشبيليا. تصميم ملجا سيء للغاية وفي كحلي على الأكمام مش مفهوم تمام، إشبيليا هيكسب بسهولة. آخر مباراة في دور ال 16 بين ريال أوفييدو وريال ساراغوسا. تصميم أوفييدو كويس وممكن كان يكسب لو كان بيلعب فريق تصميمه أقل جاذبية من ساراغوسا، أبيض ناصع خطوط زرقاء رفيعة بالعرض، بالتالي ساراغوسا. دور ربع النهائي يبدأ بمواجهة قوية بين سيلتا فيجو ضد فالنسيا. تصميم فالنسيا جميل جدا، وقبل بداية الفيديو كنت متخيل إنه ممكن يوصل النهائي، لكن تصميم سيلتا فيجو بألوانه المختلفة وبساطته فاجئتني لدرجة إني لو لقيت موقع بيبيعه ممكن أشتري. سيلتا فيجو يتأهل لنص النهائي. برشلونة هيواجه راسنج، مع احترامي للراسنج لكن مفيش أي فرصة ضد برشلونة. البلاوجرانا. ريال مدريد ضد بلد الوليد. رغم اختلاف قميص بلد الوليد وحبي ليه، لكن مفيش فرصة ضد ريال مدريد. نادي العاصمة. ريال ساراغوسا ضد إشبيليا، بفرق ضئيل جدا إشبيليا يتأهل لأن راعي القميص متماشي مع لون القميص عكس ساراغوسا. نص النهائي يبدأ بمباراة صعبة بين سيلتا فيجو وبرشلونة، لكن برشلونة بقميصه الأسطوري يتأهل، أحمر وأزرق مقسوم نصين، أكمام بلون كحلي متناغمة بغرابة مع باقي التصميم، لوجو في النص، شعار نايك والتواريخ المكتوبة بالأصفر، وأخيرا مفيش راعي يخرب شكل القميص، كلاسيكي ومجنون وتاريخي وجميل. برشلونة يكسب. نص النهائي التاني ريال مدريد ضد إشبيليا. الفريقين بيلبسوا أبيض، ريال مدريد بسيط عكس إشبيليا اللي مليان تفاصيل. مين يقدر يشوف قميص ريال مدريد ده ويختار قميص إشبيليا؟ مع احترامي لقميص إشبيليا أنا فعلا حبيته، لكن ريال مدريد يتأهل. النهائي عبارة عن كلاسيكو، ريال مدريد ضد برشلونة. برشلونة المرة دي يكسب بصعوبة، حبيت قميص ريال مدريد جدا، لكن قدام قميص برشلونة الموسم 99-2000 الفرصة صعبة جدا. دلوقتي ننتقل للنهائي اللي فيه يتحدد أفضل قميص في الدوري الأسباني الموسم 99. ريال مدريد الأوي ضد برشلونة. قولولي في الكومنتات الأفضل في رأيكم. في رأيي أنا بعد تفكير طويل لأني مضطر أختار فايز واحد، برشلونة. كامل حزني لخسارة القميص الأوي لريال مدريد، لكن وجوده في النهائي ده يجعله من الأفضل. دلوقتي تيشيرت برشلونة هو أول تيشيرت معانا في السلسلة اللي هنحدد فيها إيه هو أفضل تيشيرت الموسم 99-2000 في الدوريات الثلاثة الكبرى. قولولي في الكومنتات عايزين الدوري الإنجليزي ولا الإيطالي في الفيديو القادم. لايك، شير، سبسكرايب، وارتقبوا الفيديو الجاي. السلام عليكم.